الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، قال حفظه الله وبارك فيه: آداب المساجد. የመስጂዶች آداب ስነስርዓት المساجد بيوت الله في الأرض ምድር ላይ ያሉ የአላህ ቤቶች ናቸው። ስርዓት ያላቸው የራሳቸው አዳብ አላቸው። መስጂዶች መከበር አለባቸው። የዒባዳ፣ የሶላት፣ የአዛን نعم የብዙ የዒባዳ የቁርአን ቦታዎች ናቸው። السؤال الثامن سمنتኛው ጥያቄ أي البلاد أحب إلى الله وأبغضها؟ የትኛው ቦታ ነው አዩል ቢላድ የትኛው ሀገር ወይ ደግሞ የትኛው ቦታ ነው ቡቃዕ የትኛው ቦታ ነው አሐቡ ኢላላህ አላህ ዘንድ የተወደደ ቦታ የትኛው ቦታ ነው ከቦታዎች? ወአብገዱሃ አላህ ዘንድ የተጠላው ቦታ መጥፎ ቦታ የሚባለው አላህ ዘንድ የተጠላው ቦታ የትኛው ነው? መስጊድ ነው አላህ ዘንድ በጣም ተወዳጅ። አላህ ዘንድ ደግሞ የተጠላው ቦታ ማለት ሱቅ ነው። الجواب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله ودى الله يتودد سفرة مساجدها كمدر الله مسجدوش ناتشو يا الله بيتوش. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها الله زاد يتألى بوتا مبالو قباوش ناتشو. مسجد الله زاد يتودد لمن دنو فيه طاعة اللهم مجازات صلاة ذكر دعاء تقديس تسبيح سلام يدرج بطنا مكان العبادة. سوق دمو الله زين يتطلب بتمكنيات غش سماج بربر مواشت لغو شوات سلالنا. نعم ذكر سلالنا رواه مسلم. ዘጠነኛው ጥያቄ ما هي آداب المساجد እነዚህ መስጂዶች የአላህ ቤቶች ስርዓቶች አሏቸው። نعم من أين السرعات አሉት? الجواب المساجد يا الله بيتوች እኮ رفعت للأعمال الآخرة የተገነባችው የተሰራችው ለአኺራ ስራ ነው። ለሶላት፣ ለዒባዳ፣ ለዚክር፣ ለዳዕዋ፣ ለሙሐደራ፣ ለኹጥባ ለዚህ ነው የተዘጋጀ አኺራ ስራ። قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. في بيوت نزابيتوች ውስጥ يتعبد لله الله من ملكበት እዛ ቦታ ላይ ክብር ያለው ሸረፍ ያለው አላህ ዘንድ ተወዳጅ የሆነ ቦታ في بيوت أذن الله ፈቅዷል፣ الله አዟል፣ الله አደራ ብሏል። أذن الله أمر ووصى الله أزوال فرضوال أدران بلوال من بلو أن ترفع كف ديل المسجد قداي كبروا كف ديل حتى قنباته كف ديل كبر دي سطو الله أزوال أدران بلوال في بيوت أذن الله أن ترفع كف ديل ويذكر فيها اسمه سمون دي وسا الله جل وعلا سم اندي وسا ويذكر فيها اسمه قرآن اندي كرابت صلاة اندي زقربت إقامة أذان ويذكر فيها اسمه يسبح له أسواس تكدسال السن يكدسوتال مؤمنوش أمانيوش ملايكوش يسبح له فيها بالغدو والآصال بطوات كفل جزي أول النهار بما تمكل كفل جزي والآصال ما تم طواتم نقاط أبا الله የሚቀደስበት ቤታ ነው ቤት ነው ማለት ነው። መስጊድ ክብር አለው ሸእን አለው እስልምና ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም أول قام به من العمل بناء المسجد ወደ ከመካ ወደ መዲና እንደገባ መጀመሪያ ስራው መስጊድ ማአሰስ ነበር። መስጊድ ሰሩ። صلوات ربي وسلامه عليه መስጊድ ትልቅ ቦታ እንዳለው አመላካች ነው። نعم كمسجد سرعتوች የመጀመሪያው ስርዓት ألا يحضر المسجد آكل البصل والثوم
مسجد مقرب اللبتم لا يحضر ممتات اللبتم المسجد مسجدا آكل يبلا البصل كي شنكرت يبلا والثوم نجرم يبلا شنكرت يبلا شتا لو نجر يبلا مسجد دائمتا لقوله صلى الله عليه وسلم للتنيا وسلالو من أكل البصل كي شنكرت يبلا والثوم شنكرت يبلا والكراثة هي دمو شنكرت أينتنا قتل يالله شنكرتنا فلا يقربن اندايك أربن مسجدنا مسجدك اندايك أرب فلا يقربن اندايك أرب مسجدنا مسجدك اندايمتا بيتو يسجد أذر الله شنكرت مبلات تريون حرامون وكويد اللهم حلال لاچو نگرگن مسلموچن ملائكوچن سلم ياسچگرنو فإن الملائكة ملائكوچكو تتأذى تتشجرالج مما يتأذى منه بنو آدم يسول جوج بني آدم لج كم يتشجرون أجر ملائكة تتشجرالج يا شنكرت يا كاي شنكرت شتى ملائكوچن ياسچگرال ملائكوچن ماسچگر ما يجوز مسلموچن ماسچگر ما يجوز هذا إماتة الأذى عن الطريق صدقة آذان ما صقدن ونجي آذان ما ممتات ما يجوز إيه حلال نجر كونه فما بالك حرام نجر سيجارة شات نزي ترني الله تشون نجر وتتكمو حرام نجر بلتو مسجد يمتاس من باب أولى كلال أي كلام جن زادي تتكمو مسجد للممتاز صلاة سمتا شنكرت مبلات ذي حرامنا سلمنا لا زادي أي كلام إنما الحيلة في ترك الحيل زادي إلا مسلمنا لا بلتا ما اللي تتللنا الله جل وعلا يوكب بهل سلازي نعم عبد الله رأينا ملو مارنا مسجد لا مهد إيه تتقموا إلى الشوال لا درسوش لين يو آداب من آداب المساجد التنظف نعم التنظف مصدادات وتطيب شتو مكبات وتجنب عندنا مراك ما له رائحة كريهة تؤذي المصلين مسلموچن سجاجوچن የሚያስቸግር ሽታ ያለው ነገር ከልብስ ካልሲ ሊሆን ይችላል ጫማ ልብስ ላይ ሰውነት ላይ አፍ ላይ ይሄን ሁሉ አዘን አስወግዶ ሽቶ ተቀብቶ ተጸዳድቶ ነው መስጊድ የሚመጣው መስጊዱም ይጸዳል الله جل وعلا إبراهيم إنا إسماعيل لا قال قبطوا المسجد اندياطرو كشرك كقشاشا مجمر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جمعة أتان እንዲጨስበት እንዲጠረግ አዟል نعم እዚህ ቦታ ግን ሰውየው መስጊድ የሚመጣ ሰጋጁ ነው التنظف نظيف ጽዱ ሆኖ መጣት አለበት መስጊድ وتطيب ሽቶ ተቀብቶ وتجنب مراق اللبت ما له رائحة كريهة تؤذي المصلين وأما المرأة سيد لجن فلا تتطيب شتو التكبام سيد لج مسجد تتمتع كبير شتو التكبام شتو تكبتها واندوجها كالفج فهي زانية زمتنيا نج الله جل وعلا صلاة نكبلم شاور اسكت كبادرس حديث أبي هريرة له متو المالنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا نعم رواه مسلم عن زينب امرأة بن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالبيت عند وراتشو رسول صلى الله عليه وسلم سي صحابه منالو إذا شهدت إحداكن عنداتشو مسجد كمتاتشو المسجد فلا تمس طيبا شتون لا تكبو نعم عندنا لأن يو آداب من آداب المساجد تقديم الرجل أن يقر ما أسقدم اليمنى أن يقر أسقدمه عند الدخول مسجد تتقبى اللهم افتح لي أبواب رحمتك بله كما قبات بفيت أن يقر انت أسقدم الله عند الدخول كشنت بيت تقراني مع قراءة الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء يدرك دعاء يقرأك مع قراءة الدعاء دعاء كما قرأت المأثور مطوط بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد عندك
مسجد سيقبال رسول صلى الله عليه وسلم فليقول يبل اللهم افتح لي أبواب رحمتك يبل إلو تم أذكار الصلوات على النبي مع الله اللهم يا رب افتح لي كفت لي أبواب رحمتك يا رحمة بر كفت لي رواه مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسيد نعم شكر راوينه سلازي من دنو سيوات آدمو اللهم أسألك من فضلك يا ربي ترفاتهن اتأيك أهلو يبالال بقراقر يوطا سيوطا بقراقر يقدمال سيوطا اللهم أسألك من فضلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فضل تتأيك على سوطتاك مسجد ولمسجد القباقين رحمتنا اللهم افتح لي أبواب رحمتك نعم مسجد لك عند قبا قجاتلم عند شاي بيت هولت ركعة تحية المسجد سجدال صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس مسجد متكبر بالتكريم المسجد واستقبال دخوله بطاعة مسجد لك عند قبا مسجد لما كبر لله هولت ركعة سجدال تحية تكريم مسجد متكبر بت إنك ودي الله جل وعلا بيس تقبا بطاعة نتقبا لك بتزاز نتقبا معنا تازه صلاة ركعتين تحية يبالال تكريم المسجد قبل الجلوس كمكة ما تبقى فيه تسجدال له أبزاني ولا مش سنة بلوم محقق واجبنا تحية المسجد واجبنا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس عندك مسجد سجبا إذا دخل أحدكم المسجد فليركع يتنيوم مسجد بيتنيوم وقت فليركع ركعة ولا ركعة قبل أن يجلس ليلا هذا مو حديث تزازل فلا يجلس حتى يركع ركعتين اندايك أما تزازنا كل كلام متفق عليه ليلا نيو آداب من آداب المساجد عدم التشويش مسجد لاي على مربش وارتفاع الأصوات دمس انكفى لما درك واللغط كركر ما بزات نققر ما بزات يقول له يتكلم وحيشات الأسواق يقبا قاقات ربش على ما درك الله بيتنا هدوء سكينة وقار إرقات يسفل قال كبيتها بلاين يا الله بيتنا يا الله بيتنا بيوت الله إضافة التكريم والتشريف الله ودراسه استقطال كلهم كويسونه نقرقن إضافة التشريف عدم التشويش على مربش وارتفاع الأصوات دمسن كفى على مدرك لغط كركر ما بزات نققر ما بزات يدنا نقر ما بزات وحيشات الأسواق يقبيا قاقاتا يربش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اعتكاف قبو نعم مدينة لا يمرنا في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة صحابج أندو لاي قرآن كفار قسيكارو سمو فسمعهم دون كانت توستنو فسمعهم سمواتشو يجهرون بالقراءة قرآن كفار قسيكارو فكشف الستر رسول صلى الله عليه وسلم مقارجون قلتنا وقال ألا إن كلكم مناج ربه أواج إن كلكم مناج يا ورانو كجيتاو مستر يا ورانو ربه جيتاو كلهم كجيتاو يا ورانو يتنقاقرانو فلا يؤذين عندن آذان دارك دمسون كفن دارك بات وندم مولاي فلا يؤذين بعضكم بعضا عنده لدي قرآن دمسون كفار قون دايكرا وإلا نعم يكلاكل بتال مارنا فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة عنده لي دمس كفن دارك قرآن لا هلهم بترجع يقروا مارنا رجع بلو يقروا دمسو كفن دارك وعنده لي تشويش عنده لي ربش عندك كلاكلنا بصلاة وينما بقراء أو في الصلاة صلاة مسيسقدون نزام كلهم جهر سقدو عنده لي عندك كلاكل مارنا إمام وسجد كلهم يدام تلقين لمثال سو ركعة كاملته لمثال فجر عند ركعة كاملته كلهم تنسته كلهم جهر كقرة عنده أن سلم كلاكل
فلا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو في الصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. ليلة حديث عن جابر رضي الله عنهما قال مر رجل عند سوية ألف في المسجد مسجد بسهام كاستيزو يطور مساريانو فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها متفق عليه. شافون يازو ملاسون برتو ያለበትን ያዘው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። حتى ሙስሊሞችን አዛን እንዳያረግ ሰጋጆችን በክፉ እንዳይነካ ሳቅ እንኳን ሰጋጆችን እንዳይነካቸው በጦሩ ማለት ነው። حرمة للمصلين حرمة للمصلين ለሰጋጆች ለሙስሊሞች ክብር። አብዞ ፈጅር የሰገደን ጀማዓ من መጋለትን ሰው በክፉ መንካት ጀሪማ الله جل وعلا سويون لبلا يدرجوان. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. رسول صلى الله عليه وسلم ليليني كان يتكتلوا يسجد قال مسألة في اللبت معنا عندهنا قال زمان ليليني كان يكتلي منكم كنانت أولو الأحلام أهل العقول عقل الله شو أمراته يبسل سوج كان يكتلون والنهى نعم عقلاتهم كحرام نجار يميكلكلاቸው ሰዎች ማለት ነው የበሰሉ ሰዎች አህላም የልብ ባለቤቶች አዋቂዎች ትላልቅ ሰዎች ይከተሉኝ። ኢማሙ ቢሳሳት ማረም የሚችሉ ኢማሙ نعم وضوء بيطفى لتكو የሚችሉ ሰዎች ናቸው ቀጥሎ ከኢማሙ ኋላ መሰለፍ ያለባቸው። ህፃናቶች አይሰለፉም ቀጥታ በስተቀኝ በስተግራ ሊሰለፉ ይችላሉ። ቀጥታ ከኢማሙ ኋላ መሰለፍ ያለበት ኢማሙ ሊተካ የሚችል አካል ነው። ليليني منكم كنانت ከተለኝ أولو الأحلام የአእምሮ ባለቤት والنهى አእምሮአቸው ከሐራም ነገር ከኸጣ ነገር የሚከለክላቸው ሰዎች ثم الذين يلونهم አንደኛ ሶፍ ሁለተኛ ሶፍ እያለ በደረጃ ثلاثا ሶስቴ وإياكم አደራችሁ ተጠንቀቁ وهيشات الأسواق የገባን ግርግር የገባን ጫጫታ መስጊድ ላይ አታምጡ። መስጊድ ላይ ድምጽ ከፍ ማድረግ ማይጁዝ ረብሽ ነው። رواه مسلم. ሌላኛው من آداب المسجد ከመስጊድ ስርዓት ውስጥ ሌላው عدم إنشاد الضالة የጠፋ ነገር አለመፈለግ في المسجد أو البيع فيه مسجد لا مشات ملوت አይቻልም حرام ጫራታም እንደዛው عدم إنشاد الضالة يطفى ነገር መፈለግ في المسجد أو البيع فيه مسجد لا مشات ملوت ما يجوز ውስጡ ላይ ማለት ነው ቅጥር ግቢው ላይ ሲገለም ውስጡ ላይ ግን አይቻልም وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا عند ሰው የሰማ ينشد ضالة مسجد ላይ የጠፋ ነገር አግኝታችኋል ያያችሁ ብሎ የሚልን ሰው ያየሰማ ሰው في المسجد مسجد ላይ فليقل يبل لا ردها الله عليك الله አይመልስ ይበለው فإن المساجد لم تبنى لهذا مسجد للمنا مسجد ለየጠፋ ነገር መፈለጊያ አይደለም ለጫራታ አይደለም የተገነባው ለምንድነው في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لعبادة مسجد. من سمع رجلا أن سوى يسمى ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك الله يملس الله الله يملس الله بله بقلت الناقر لمرنا ويدمو بهوده متلو እንጂ ፊትና አትፈጥር መስጊድ ላይ እንደዚህ ብለ ደግሞ ሌላ ነገር የምታመጣ ከሆነ ተስቆት السلامة لا يعدلها شيء فإن المساجد لم تبنى لهذا مسجدوች ለዚህ አልተገነቡም رواه مسلم ሌላኛው መስጊድ መከበር አለበት መስጊድ ላይ ምራቅ መጥፋት መስጊድ ላይ መሽናት መስጊድን ማንቋሸሽ ይሄ ሁሉ حرام عدم. السؤال العاشر السرنيو تياكي ما حكم بصاق في المسجد مسجد لا مدفات انديتنا حكمه مسجد لا كتا مراك يتلاقي مسجد لا ما يجوز. الجواب خطيئة وانجلنا سهتتنا وانجلنا مسجد لا مدفات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها مسجد لا مدفات أكتا مراك
خطيئة حرام ነው ወንጀል ነው ስህተት ነው وكفارتها የዛችን ወንጀል ማበሻዋ ደፍኑሃ መቅበር ነው ድሮ በሸዋ ላይ ይሰግዱ ነበር እዛው ነው የሚደፍኑት እግራቸው ስር ዛሬ ግን ያው ፍሩሽ ምንጣፍ ነው ተነጠፈው ምንጣፍ ላይ እንዴት ነው የሚደረገው አይተፋም አንድ ሰው አከታ ከመጣበት መላክ ከመጣበት نعم ከመስጊድ ወጥቶ መጥፋት አለበት ወይ ሶፍት መጠቀም አለበት ወይ ደግሞ አማማው ላይ ልብሱ ላይ መጠቀም ይችላል متفق عليه መጨረሻው ጥያቄ ما هي المواطن التي لا يصلى فيها እንግዲህ መስጊድ በአጠቃላይ ክብር አለው የሶላት ቦታ ነው የማይሰገዱ ቦታዎች ደግሞ አሉ ما هي ማናቸው المواطن ቦታዎች التي لا يصلى فيها صلاة زوجت مسجد ما يتشالباتشو بوتاوش سندناتشو الجواب المقبرة والحمام مقبرة موتان يتكبروا بوتا مسجد يتشالم والحمام نعم شنت بيت وستم مسجد يتشالم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد مدربات تقالي مسجدنا هاي كله مدر لا يسجدال إلا المقبرة والحمام مقبرنا حمام مدرناتشو قلنا تكلكلناتشو المسجد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بل إلى حديث لا مسجد مدر باتكالي مسجدنا طهارة ترقال بأفرو طهارة رقال له تيمم مدر الله يسجد له الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول بالتالي تستويه በነገራችን ላይ ሌሎችም ቦታዎች አሉ የተከለከሉ ለምሳሌ المزبله ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ አይሰገድም وكذلك المجزره እዚህ እርድ ቦታ ቄራ ላይ አይሰገድም ያው እርድ ቦታ ማለት ነው وكذلك الطرق መንገድ መሐከል ላይም አስፋልት ላይ አይሰገድም መንገድ መሐል ላይ የሰዎች መረማመጃ وكذلك مواطن الابل የግመል በረት ላይ አይሰገድም وكذلك كعبه ጭንቅላቱ ላይ ሞቶ አይሰገድም ከዚህ ውጭ بحديث متوال النازي بتلاقي حديثوج إذا وتاجن المقبرة والحمام مقبرة لمن تكلكل النجاسة ولا لا مسلم طاهر حيا وميتا مسلم طهارانه بموتم أي نجس مدرنا مسلم طهارانه بهيوتم كموتم بوالا نجرجن وده قبر مسجد تكلكلوا قبر لاي عبادة لهون شلال وتشبه لهون شلال مارنه لمن رسول بالحديث لاي لا تصلوا على القبور ولا تجلسوا عليها قبر لا الناس سجدوا وده قبر زراتوا الناس سجدوا لا تقمطوا بلوال ስለዚህ الله جل وعلا مسجد حرمه مسجد كبر لنسطو يقبل كبيتاችን በላይ ጁማዓ ልናጸዳው ሽቶ ጭሳጭስ ልናረግበት نعم ምንጣፍ مسجد سرعات الله جل وعلا سمته كميتكم ودرجن وبالله التوفيق